من فترة قعدت استشارة مع واحدة الله يذكرها بالخير، نبهتني عن شغلة ما كنت شايفها إنه فيني. قالت لي أنت عندك الريسك ابيتايت مالك قليل. الريسك ابيتايت بما معناه إنك أنت تروح وتاخذ المخاطرة، فأنت لما بتروح بتقط روحك حق المخاطرة شوي تتردد. أنا يعني رديت عليها قلت لها يعني أنا وايد طحت على وجهي، وايد دشينا في مشاكل، شلون الريسك ابيتايت مالي قليل؟ فتمت تتكلم عن بعض المواقف اللي أنا شرحت لها إن أنا مريت فيها، وقالت لي شوف هني أنت لو سويت هاللون كان استوى هاللون. يعني هي ما تعلم الغيب، يمكن يكون كلامها خطأ، لكن خلتني اوعي على شيء. انا ليش ذكرت لكم اياه؟ لان ساعات احنا نقعد مع ناس عمدا على اساس نستشيرهم في امور، وقد يكون الكلام اللي يقولونه يوافق الفكر مالكم، وقد يكون عكس الفكر مالكم ويصدمكم. فخلتني ارجع، لما رجعت بعدين انا البيت قعدت اسوي ريفلكشن وافكر في المواقف ثانيه ما قلت لها عنها، واكتشفت حقا الريسك ابيتايت مالي قليل في بعض الامور، لاني انا اخاف اتخذ الخطوه اللي تخليني ممكن انجح في المجال اللي انا فيه بسبب الريسك ابيتايت مالي قليل. فانتبهت لها. لكن لو كابرت انا وقلت لها لا وخليت مخي مثل الحجر وما اسمع وانت غلط وانت ما تفهمين انت ما تعرفين، كان انا لليوم ما وتعيت على المشكله اللي فيني اللي ما كنت انا ادري ان هي فيني. فوايد مهم ان احنا من فتره لفتره ناخذ استشارات من عند مختلف الناس، كانوا ازيد منا في العلم، نفس مستوى علمنا او اقل كذلك، لان كل واحد عنده منظور مختلف للحياه ونقدر نستفيد من تجارب الجميع.